تخيل إن أكبر سبب يخليك تفضل مكانك مش الكسل ومش قلة الذكاء، لكن حاجة الناس بتعتبرها ميزة: المثالية. سعيك إن كل حاجة تكون كاملة ومظبوطة 100% هو أحيانا السبب الحقيقي إنك مش بتتحرك أصلا. الغريب بقى إن ناس كتير بنسميهم فاشلين بيحققوا نجاحات ضخمة، مش لأنهم أذكى منك ولا لأنهم أحسن منك، لكن لأنهم ببساطة بدأوا قبل ما يكونوا جاهزين، بينما أنت لسه مستني اللحظة المثالية. خليني أسألك سؤال بسيط: كم مرة فكرت تبدأ حاجة جديدة؟ قناة يوتيوب، مشروع، مهارة جديدة، أو حتى تغيير حقيقي في حياتك. في البداية بتكون متحمس، لكن فجأة يظهر صوت جواك يقول: لسه مش جاهز، المحتوى لازم يكون أفضل، لازم أتعلم أكتر الأول. فتأجل الفكرة يوم، وبعدها أسبوع، وبعدها شهر، ومع الوقت الفكرة بتختفي وكأنها ما كانتش موجودة أصلا. المثالية بتخليك تحس إنك بتتطور وبتجهز نفسك صح، لكن الحقيقة إنك واقف مكانك لأنك مش بتتحرك إلا لما كل حاجة تبقى مثالية. والمشكلة إن اللحظة المثالية دي عمرها ما بتيجي. طيب، السؤال المهم: ليه ناس كتير بنعتبرهم أقل خبرة أو أقل استعداد بيحققوا نجاح؟ السبب بسيط جدا: هم مش بيستنوا الكمال، هم بيبدأوا ويغلطوا ويتعلموا ويحسنوا نفسهم مع الوقت. الشخص المثالي بيفكر كتير، لكن الشخص العادي بيجرب كتير. والنجاح في الحياة غالبا مش للناس اللي بتفكر أكتر، لكنه للناس اللي بتحاول أكتر. بص لأي شخص ناجح حواليك، أول فيديو ليه كان سيء، أول مشروع عمله غالبا كان فاشل، وأول تجربة كانت مليانة أخطاء. لكن الفرق الوحيد بينهم وبينك إنهم ما استنوش الكمال، هم اتحركوا. المشكلة إن المثالية بتخدعك، بتخليك تحس إنك شخص منظم ودقيق وعندك معايير عالية، لكن الحقيقة إنها أحياناً مجرد خوف متنكر، خوف من الفشل، خوف من رأي الناس، خوف إنك تجرب وتغلط. تخيل لو كل شخص ناجح في العالم قرر يستنى اللحظة المثالية قبل ما يبدأ، ما كانش هيبقى فيه شركات كبيرة ولا اختراعات عظيمة ولا قصص نجاح ملهمة. كل إنجاز كبير بدأ بفكرة غير كاملة، وأول خطوة فيه غالباً كانت غير مثالية، لكن صاحبها قرر يتحرك. فاسأل نفسك السؤال ده بصدق: هل المشكلة فعلاً إنك مش قادر تنجح، ولا المشكلة إنك مستني الكمال قبل ما تبدأ؟ الحقيقة البسيطة إن النجاح مش محتاج الكمال، النجاح محتاج شجاعة البداية. ابدأ حتى لو الطريق مش واضح بالكامل، ابدأ حتى لو عندك شكوك، ابدأ حتى لو أول خطوة هتكون ضعيفة، لأن الطريق الوحيد اللي يضمن لك الفشل هو إنك ما تبدأش أصلاً.